الله السادة المشاهدون، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من كلمة سواء، والتي عنونا لها هلاك الظالمين سنة وعبرة. وباسمكم ابتداء أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم الداعية الإسلامي، فحياكم الله شيخنا وأهلا بكم. أهلا بك، الله يحييك، حياك الله. شرفتمونا عبر قناة النبي. الله يشرف قدرك ويبارك في عمرك. شيخنا، هل بات مفهوم الظلم اليوم مفهوما متشابها على الناس كي يتفرقون حوله أو كي يتفرقوا حوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. بداية بحيي إخواني جميعا وأخواتي عبر قناة النبأ الإخبارية الليبية، جزاكم الله كل خير على هذه الاستضافة. حياكم الله شيخ. أخي الحبيب، المصطلحات موجودة ومعروفة كلها. يعني مصطلح الظلم معروف. ايه الظلم؟ الظلم هو ايه؟ الظلم تجاوز الحد، انت بتتجاوز حدك. الظلم هو الاعتداء على حقوق الآخرين بغير حق. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. مفيش حد هيختلف على كده أبدا يعني. هو ده تعريف الظلم. طب مين الظالم؟ اللي بيعمل كده. اللي بيعمل كده اسمه ظالم. الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم وأمرنا أن نبتعد عن الظلم. يقول في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى سورة فصلت: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طب الله ما بيظلمش. انت يا عبد اللي في بطنك النجاسة، انت يا عبد يا ضعيف تظلم؟ الله عز وجل وضح، يقول في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. خلي بالك بقى: ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا. حديث في صحيح مسلم خطير جدا الحقيقة. الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. الله بيحرم الظلم على نفسه، انت يا عبد تظلم؟ ده انت بتعمل شيء يعني خطير جدا جدا، هيبقى له عاقبة في الدنيا قبل الآخرة. إذن لماذا مع هذا الوضوح شيخنا نجد التشابه بين الناس مع من هو الظالم، فتجدهم يختلفون في من هو الظالم مع أن الفعل يوحي بالظلم؟ ما فيش خلاف يا حبيبي. هو دايما الناس والعياذ بالله يعني يا إما منتفعين يا إما منافقين اللي بيبرروا للظالم. في حد يقول على الظلم ولا على الظالم ان ده انسان كويس او ده مش ظلم؟ يا اما منتفع يا اما يعني منافق والعياذ بالله. صدق الله القائل في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. شوف، امشوا واصبروا على آلهتكم. تجد ناس مجرمة بتدافع عن الظالم وبتبرر ظلمه، ودي المصيبة. انت عندك في سورة القيامة في الآخر: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما تقول، ما الناس كلها عملت تبرر وبما أن ذلك سوف إنه هكذا، ولا حد فاهم حاجة. يعني سبحان الله. شوف في سورة يوسف، خوات سيدنا يوسف بيقولوا إيه؟ بيقولوا: اقتلوا يوسف أخوه أو اطرحوه أرضا. ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، بص الخيبة اللي جاي، وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله. صالحين؟ تموت اخوك وتبقوا قوما صالحين؟ تناقض. تبرير. فاللي بيبرر يبرر، لكن الحق هو سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالحق حق أن يتبع. طيب، بالتالي يعني عندما عرفتم الظلم بأنه التجاوز عن الحد، فمن هم الظلمة؟ وهل الظالم هو الشخص الفاعل فقط، أم أن هذا الاسم، اسم الظالم، تحته أكثر من فاعل؟ يوضح القرآن أن الظالم بيبقى له أعوان. يعني مثلا
مين اللي كان بيقتل العيال الصغيرة المولودة في عهد فرعون الملعون؟ كان فرعون بينزل بنفسه كده يقتل العيال؟ لا لا، لكن هو عطى الأوامر لمين؟ للظلمة اللي زيه، للظلمة اللي زيه. فكانوا بيعملوا ايه؟ يعرف اصل هو فرعون شاف رؤية ان هو يعني في واحد هيطلع ياخد الحكم منه، فقال ايه؟ كل واحدة حامل نعمل لها فايل كده دوسيه ونشوف حملت امتى، وفي وقت الولادة يبعت هو المجرمين الخونة بتوعه الظلمة معاهم المشافر المواس، اكشف المولود، ان ولد ان كانت بنت بيسيبوها، ان كان ولد بيذبحوه، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. سورة القصص. طيب مين اللي بيعمل؟ هو فرعون اللي موت؟ لا. وعشان كده ربنا قال في سورة الذاريات فأخذناه وجنوده، مش هو، وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم يعني يلام. وفي سورة القصص فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي سورة هود يقدم قومه يوم القيامة. مين ده؟ الظالم المجرم. ومين اللي كانوا بقى بيساعدوه؟ تعالوا بقى كلكم، ها، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والعياذ بالله وبئس الورد المورود. الله تبارك وتعالى وضح ان الظالم احشروا الذين ظلموا وازواجهم. ازواجهم يعني ايه؟ يعني امثالهم. اللي كانوا زيهم. هو الظالم بيقتل بايده ولا بيعمل بايده؟ قاعد مجرم بس بيدي الاوامر، والمجرمون الخونة بينفذوا. طب يا اللي بتنفذ، اللي عطاك الامر ده هينفعك في الاخره؟ والله ما هينفعه. اذ تبرأ. الله ينور عليك. اذ تبرأ، سوره البقره. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا بقى بيقولوا ايه؟ لو ان لنا كره، طب ما نرجع بس يا رب، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بص الموقف ده يا اخي في سوره سبأ. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون الظالمون موقوفون عند ربهم. بص بقى، يرجع بعضهم إلى بعض القول، بيشتموا بعض ويردوا على بعض. يقول الذين استضعفوا، الظلمة الصغيرين، أيوة يا باشا، أمرك يا باشا، حاضر يا فندم، نفذت يا باشا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. سبحان الله. ردوا عليهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم هذا في النار، كنتم مجرمين. ده نقاش في الآخرة. يعني احنا دلوقتي اللي بتحطوها قدام ده انتوا أصلا مجرمين يا بعدة. فردوا بقى. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار وهذا هو إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وهذا هو حديث الطغاة مع أتباعه وجنوده دائما في كل وقت وزمان. بالضبط. ولذلك في سورة إبراهيم الله تبارك وتعالى يقول في سورة إبراهيم يقول الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن هم ملامون شيخ طبعا، لكن هم يحتجون أن هذا رتبته العسكرية أعلى مني وهذا جنرال وأنا جندي، أنا تابع، أنا أريد أن أخدم الوطن وهذا هو قائد العسكري الذي أمرني فأجبته. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في المعروف. واحد بيأمرني، الله ازاي؟ طب الله بيأمرك، ما سمعتش كلام الله ليه؟ الله بيأمرني بعدم الظلم وانت يا قائد بتأمرني بالظلم، اسمع لمين فيكم؟ مين اللي هيحاسبني في الآخرة؟ لكن هذا ولي الأمر يقول لك وطاعته واجبة. ولي الأمر امتى؟ لا، في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته وأولي الأمر. بص اللفظ اللي جاي منكم مين أولي الأمر دول؟ يا أيها الذين آمنوا. يبقى أولي الأمر من الذين آمنوا. سبحان الله. أو في تفسير تاني بيقول لما تمشي شوية في سورة النساء كده
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اللي هم العلماء. طيب أنت بتقول لي أنت ولي أمر، سؤال هو مين اللي اختارك؟ هات لي كده، هات لي حاكم شعب واختاره. شيخنا 99% تشهد الله لهم. ينور عليه. اخترناك وهنمشي وراك وتربت تتي، ولسه السيسي اهو لسه حد اختاره ده ولا حد كان نازل ضده؟ ده اللي بيمثل انه نازل ضده بيعمل دعايه له. شوفوا ربك الهبل اللي احنا فيه. فعشان كده انا بسميهم دول مش حكام، خلي بالك اخي، دول متحكمون. أيها المتحكمون فينا لا الحكام، من نصبكم علينا حكاما. هذا يدل أن الحكام لفظة شرعية، والمتحكمون هي لفظة تواكب فعلهم في المسلمين الذي هو يخالف الشرع. ده الواقع اللي موجود، دول متحكمون وليسوا حكام. قول لي مين اللي اختارهم؟ دول كلهم عبيد للغرب، وعشان كده كل واحد فيهم عارف ان شعبه ما اختاروش، فبيعمل ايه؟ بيركن على الغرب علشان يثبته. وابسط مثل ادي السيسي، حد اختاره ولا عمل انقلاب، ومع ذلك الدول اللي بتقول انها ديمقراطيه وحريه الانسان والكلام ده، طب بتستقبلوه ليه في بلادكم؟ بتستقبلوه ليه وانتوا عارفين ان ده يعني مجرم وخاين وقاتل وسفاك دماء وعامل انقلاب؟ طيب، هل يصح ان يحسن الظن في من قاتل في صف الظلمه بحجه انه تأول الحق او انه يعني لبس عليه؟ مفيش لبس عليه حبيبي، الحق واضح. الله تبارك وتعالى يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، سورة الكهف. الحق واضح. أنت دلوقتي بتقاتل في سبيل إيه؟ أنت دلوقتي طالع دلوقتي بتعد العدة ومعاك السلاح بتاعك، رايح فين؟ أنا بسألك أنت رايح فين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. في عمل بس في إيه؟ نية. وبيضرب لنا المثل في صحيح مسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ده طالع من بيته مهاجر أهو، فعلا طالع مهاجر، بس طالع ليه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طب وده طالع برضه أهو: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، شوف لنا جوازة حلوة كده في المدينة المنورة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أهم شيء في الإسلام لما حضرتك بتفتح أي كتاب فقهي، أول باب نعم. باب إخلاص النية لله. أنت اللي طالع بنية إيه؟ قال الله عز وجل في أوائل سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ليه؟ ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أنت يلي طالع بتقول لي نيته إيه؟ أنت طالع مع مين؟ أنت طالع مع مجرم، طالع واخد أوامر عشان تقتل وتعمل هنا الفارق شيخنا. نعم؟ هنا الفارق والسؤال أن من يقوده للقتال ضد إخوانه يقول له أنت تحارب الإرهاب، فيقول لك لعل نيته في محاربة الإرهاب تجعله من الشهداء إن قضى وهو يقاتل إخوانه. لا ده كلام يا راجل. شهداء إيه؟ ده ما يشهد على نفسه. بص يا حبيبي، الألفاظ محددة، وأنا أتحدى، بقول لك أتحدى واحد يفسر لي لفظ الإرهاب. قول لي مين هو الإرهابي؟ مين الإرهابي؟ عايز بقى الجد، بقى نتكلم بالجد. الغرب كله بيعتبر المسلم إرهابي. ليه؟ لماذا؟ عشان عندنا عقيدة الجهاد، بيعتبروا الجهاد إرهاب. فمش عايزين نضحك على بعض. تقول لي أنا بحارب الإرهاب، إرهاب فين؟ ده أنت الإرهابي. هم اللي بيقتلونا وبيموتوا. لسه يا أخي أهو 100 طفل حافظين القرآن في أفغانستان صحيح. يقتلوا. دول إرهابيون دول؟ مين اللي قتلهم؟ هو الإرهابي. المجرم اللي اسمه حفتر ده الله ينتقم منه، ما هو بيقتل في الليبيين وبيقتل في شعبه. السيسي بيقتل في شعبه. هم دول الإرهابيون. أمريكا اللي بتساعد الظلمة واللي ضربت في العراق سنة 2003 وقتل وأكتر من 1,000,000 طفل وهكذا. نعم، هم دول طيب. الإرهابيون. أنت بقى تقول لي رايح مع دول وبعدين تقول لي نيتك؟ أنا ماليش دعوة بنيتك. نيتك إيه؟ ما نيتك ظاهرة أهي. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، حديث صحيح مسلم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فشوف أنت نيتك إيه. طيب، أستأذنك حفظك الله للخروج إلى هذا الفاصل الأول، كذلك السادة المشاهدون نخرج إلى فاصلنا الأول، بعده بإذن الله نواصل.
حياكم الله السادة المشاهدون، وأهلا بكم في جزئنا الثاني الذي عنونا له سنة الله في إهلاك الظالمين، مشاهد وعبر. وابتداء نخرج إلى هذا التسجيل للشيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي، وهو يتحدث عن حكمة الله في إمهال الظلمة. لهذا كثير من الناس حينما يسألون عن إمهال الله جل وعلا للظالم، وهذا منصوص في كلام الله سبحانه وتعالى، منصوص في كلام الله جل وعلا، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذ الله سبحانه وتعالى للظالم في الأغلب أنه يكون بعد إمهال، فلا يؤاخذ الإنسان بأول مظلمة، وذلك لأن المؤاخذة بأول مظلمة تنافي العفو والصفح والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يعفو الله جل وعلا عن عبده فلا يعاقبه بأول مظلمة. ولما كانت المظالم العقوبة عليها للاعتبار للناس، جعل الله جل وعلا الظالم يمهل حتى يكون الأمر متعدي، فيمهل الله جل وعلا الظالم فلا يعاقبه وهو في الأرض، فلا يراه إلا أهله وزوجته، لأنه لا يراه أحد، وإنما يرفعه الله عز وجل بالظلم شيئا فشيئا حتى يبلغ السماء، فإذا بلغ السماء ورآه الشرق والغرب بظلمه أمر الله جل وعلا به فنزل، وكانت عقوبته للبشرية تامة. ويظهر في ذلك الاعتبار أظهر من عقوبة الله سبحانه وتعالى للأفراد، لأن الله جل وعلا لو عاقب فردا ما علم به إلا من حوله، ولكن يعاقب فردا بعد أن يرفعه ويستطير شرا، ولله جل وعلا في ذلك سنن وموازنات في من خالف حكم الله سبحانه وتعالى، في من خالف حكم الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى. إذن حياكم الله مجددا. فضيلة الشيخ، استمعنا لكلام الشيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي، الله يفك حبسه يا رب. يعني الموقوف قسريا هناك في المملكة العربية السعودية. الله ونعم الوكيل. فتعليقكم ابتداء حول هذا الكلام وحكمة الله تبارك وتعالى في تأخير هلكة الظالم. هو مش تأخير، هو بيسموه إمهال. الله أكبر. إن الله تعالى زي ما قال الحديث البخاري ومسلم: يمهل للظالم، يمهل يعني بيديله فرصة يمكن يرجع، حتى إذا أخذه لما فيش فايدة بقى لم يفلت. سبحان الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، الناس بتفهم غلط. الناس تقول لك إيه ساعات والعياذ بالله تقول لفظ كفر. يقول لك إيه، ربنا سايب ربنا سايبهم إزاي؟ فين ربنا يا عم؟ استنى يا عم، الله عز وجل يقول سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هتبقى عينيهم مفتحة كده، مهطعين طالعين يجروا، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، يعني عينه دي مش هتغمض كده، وأفئدتهم هواء. فأوعى تقول ربنا سايب أو ربنا فين، أستغفر الله، لا. سورة مريم الله يقول: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. مرة كنت مستدعى عندنا في بلادنا في أمن الدولة، فبنتكلم على حسني مبارك، فبقول ربنا ينتقم منه. قال لي: يا أخويا ادعي يا أخويا ادعوا، كتر الدعاء عليه، كل ما بتدعوا عليه ربنا بيديله الصحة. قلت له: عارف ليه؟ لأنه له توقيت معين، هيعمل 1 2 3 9 10، فلما يعمل 1 2 لسه، طب 3 4 لسه، 5 6 لسه، 7 لسه، 9 10. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. سورة آل عمران. الله تبارك وتعالى والله آيات كتير جدا. نعم. في سورة المؤمنون: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فاوعى تقول الكلمة دي. آخر آية في سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك إذن بغافل عما تعملون. اوعى الكلمة دي. نعم. إذن هي مسألة حجة، إقامة الحجة على هذا الظالم بتعديد أو بتعداد جرائمه،
ألا يلتمس من هذا أيضا هو تمحيص الفئة المؤمنة التي تواجه هذا الظالم، فيزداد الضيق عليها فتزداد تمسكا بالله تبارك وتعالى. اصل هو لو ربنا عاقب الناس كلها في الدنيا، طب ولا الاخره لازمتها ايه؟ هي الاخره دي ليه؟ سبحان الله. لو تخيلت كده الظالم على طول تاخد حقك وتقول له طب وبعدين نيجي في الاخره عايز ايه؟ عايز ايه في الاخره؟ ما خلاص. لا، سوره غافر، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اليوم اللي هو ايه؟ الاخره. لا ظلم هناك، لكن هنا في ظلم، ابتلاء وامتحان. في سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سورة الأنعام وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالدنيا دي دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، لكن العقاب في ربنا بيورينا هنا عشان بس يعني ايماننا يقوى، لكن اصلا ايه؟ هناك العقاب الاساسي بيبقى في الاخره. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الدنيا بقى هنا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. سوره الكهف. فيعني لازم المسلم يكون على بينه من هذا. دلالة شيخنا لفظ الظلم الذي ذكرته في الآيات هذه كثير. كان الله تبارك وتعالى يعني في أغلب القرآن تحدث عن الظلم والظلمة، وبالتالي يعني ما دلالة هذا الأمر الظالمين والظلمة؟ عشان تتجنب، لأن الأمر خطير. الأمر جد خطير. في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. فخلي بالك، انت ممكن تكون ظالم لنفسك، ممكن تكون ظالم للناس، فالمسلم يحترس من هذا الأمر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ ما قالش أتدرون من الفقير، لأن الفقير نشأ فقير. المفلس. لكن لما يقول أتدرون من المفلس معهوش فلوس يعني. قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. هذه الظلم اهو. فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته لسه واحد له حق أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. الموضوع جد خطير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان قضيب يعني شيئا بسيطا يعني؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، حتى المسواك اللي تتسوى به. حديث صحيح. طيب شيخ، لو تحدثنا عن سنة الله تبارك وتعالى في الظلمة وإهلاكهم ومثلنا لهذا سواء قديما ويهمني التمثيل الحديث المعاصر. كل اللي انت شايفهم اللي بيحاربوا في غير سبيل الله، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحدنا، حديث صحيح، إن أحدنا يقاتل شجاعة وأحدنا يقاتل يعرف مكانه وأحدنا يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ لم يجب النبي سبحان الله. حط القاعدة، حط الميزان اللي توزن بيه. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس دور بقى انت بتقاتل ايه؟ فلوس؟ هو زي المجرم ده اللي بيعتمد على باع نفسه، حفتر باع نفسه للامارات والسعوديه. سبحان الله. والفلوس بتاعتهم شغاله معاه، بس هتنفعه بايه يوم ما ينزل قبره؟ والله ما نفعاه. فده بياخد الفلوس دي ويجي بالطيارات، يسمح لطيارات تضرب الشعب الليبي، تضرب الحفاظ للقرآن، تضرب الناس الابرياء. طب ليه يا مجرم بتعمل كده؟ ليه؟ ده اكبر ظلم انت بتعمله. كل واحد من الناس دي في الاخره هياخد حقه، من طبعا سبحان الله. وايه اللي هينفعه في الاخره؟ والله ما هينفعه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ومهما كان انت مين تقول لي انا معايا مش عارف حاطط لي 2 كيلو نحاس ولا على كتفك ولا انت كذا ولا كذا. سورة فاطر وإن تدع مثقلة إلى حملها
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. حتى يعني طب تعالوا يا قرايبي شيلوا مني، طب تعالى شيل فرار. وبرز سورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. بص بقى، إنا كنا لكم تبعا. يا سلام، أمرتم حاضر يا فندم، اضرب كسر. طيب فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ بص قالوا إيه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا احنا الاثنين أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الله يعني ضلطونا. وده اللي هيكون في الآخرة والعياذ بالله السيئات بتاعتهم والمعاصي والله لن ينفعهم أحد. طيب لعلي أخرج إلى هذا الفاصل حفظكم الله الأخير، من بعده بإذن الله نواصل معكم. كذلك السادة المشاهدون نخرج إلى فاصلنا الأخير ومن بعده بإذن الله نواصل. حياكم الله السادة المشاهدين مجددا في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة، والذي سنتحدث فيه بعون الله عن حكم الفرح بهلكة الظلمة والطغاة. وابتداء نخرج إلى هذا السوشيال ميديا أو فقرة السوشيال ميديا التي تحدثنا فيها الفرح بمهلك الظلمة، ونذكر فيها كلام بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج ففرح بقتلهم وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا وهو ذو الثدية. وهذا في مجموع الفتاوى. في طبقات ابن سعد بسنده عن حماد قال: بشرت إبراهيم أي النخعي بموت الحجاج فسجد ورأيته يبكي من الفرح. وعند الخلال قيل لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد عليه في ذلك إثم. قال: ومن لا يفرح بهذا. فضيلة الشيخ، يعني هذا كتب أهل السنة والجماعة وأقوالهم في هذه المسألة، ولكن ابتداء أستأذنك لمداخلة الشيخ عبد الباسط غويلة عضو هيئة علماء ليبيا. فحياكم الله الشيخ عبد الباسط وأهلا بكم. وسؤالي مباشرة، أهلا بكم شيخنا، يعني ينكر البعض على المظلوم فرحه بمهلك الظالم، فكلمة في هذا المقام بالذات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا جزاك الله خير على هذه الدعوة، بارك الله فيك أخي مصطفى، ونشكر قناة النبأ التي ما زالت فيها روح نبذ الظلم وكره الظالمين، وردت لنا روح الثورة حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول بهذا الفرح عندما مات فرعون وقوم فرعون الظالمين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالسماء لها عاطفة وتبكي والأرض كذلك، فتفرح بموت الظالمين، والأرض كذلك تفرح بموت الظالمين. لماذا؟ لأنها مشوا عليها بالظلم والطغيان. والله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض وكل المخلوقات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لكن هؤلاء الظلمة الذين طغوا وتجبروا واعتدوا يعني حتى بموتهم سبحان الله رب العالمين، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى موتهم قال يعني حمد الله في سورة الأنعام عندما قال: والحمد لله رب، قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا قطع دابر الذين ظلموا نحمد الله عليه سبحانه وتعالى. وقد فرح يعني النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبو جهل وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ونكبر عند موتهم. لماذا؟ لأن هذا مستراح منهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مستراح ومستراح منه. والمستراح هو المؤمن يمشي إلى جنة الخلد وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أما المستراح منه فالظالم والكافر والمنافق الذي مشى في هذه الأرض بالظلم والطغيان وتعذيب الناس وغير ذلك. طيب أخيرا شيخنا، يعني لماذا هذا الإنكار على هؤلاء؟ لماذا ينكر على المظلوم فرحة، خاصة أن الظالم قتل أهله وهتك للأسف أعراضهم وقتل أهل القرآن فيهم وحرق، فلماذا ينكر أهل الناس عليهم هذه الفرحة؟ هذا الورع الكاذب والزهد الكاذب، وليس هذا من دين الله في شيء، وإنما هذه اسمح لي نقولها أخي الكريم بالعامية، هذه دروشة زائدة. هذا كذب
ما هذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أول حاجة ولا سنة الله سبحانه وتعالى في الذين ظلموا. الله سبحانه وتعالى يقول فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا الله سبحانه وتعالى بعدها قال الحمد لله رب العالمين، فذلك لهذا الذي يقول يعمل نفسه أنه إنسان لطيف ورقيق ورحيم. أنت أرحم من نبينا صلى الله عليه وسلم، هل أنت أرحم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جردوا سيوفهم لقتل الظالمين والمجرمين والطغاة على وجه الأرض؟ لا يمكن هذا. هذه دروشة. طيب، أشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد الله استغوله، عضو هيئة علماء ليبيا، على هذه المداخلة. ومباشرة نعود إليكم شيخ، يعني ختم الشيخ عباس بأن هذه دروشة، والبعض يصفها بأنه ورع بارد. يعني يقولون لا تتشمتوا في الموت، فالموت حاصل لنا وحاصل لهؤلاء الطغاة، ولكن قضوا إلى ما قضوا عليه أو أفضوا إلى ما قضوا عليه، وننظر صفحة جديدة. كيف تعلقون؟ لا يا أخي، ده كلام زي ما قال فعلا دروشة وكلام هبل، وما يقولش الكلام ده إلا إنسان عديم الفطرة. الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، سورة الروم. فطرتك لازم تكون فطرة طيبة، فطرة إسلامية، فطرة صحيحة. إزاي تقول لي ما شمتش في الكفار؟ إزاي؟ الله عز وجل يقول في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. تتكلم في إزاي؟ يشفي صدور قوم مؤمنين. ربنا يشفي صدورنا منهم. احنا في غيظ في قلوبنا من تقتيلهم للناس ومن الظلم والمجاهرة بالفسق والكفر وتحدي الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. غيظ قلوبهم، في قلوبنا فيها غيظ. طيب. والا بقى احنا مش طبيعيين، يبقى انت مش طبيعي. لكن البعض يقول ان هذا في الكفار، لكن في المسلمين الظلمه، المسلم عندما يظلم اخيه يعني يقول لك هذا لا يشمت فيه اذا هلك. هقول لحضرتك بصراحه كده، يعني لو ده موجوع ما كانش قال كده. الله. لو ده بص، خليني احكي لك على قصه. كان في واحد هندي في السعوديه خطف بنت صغيره 9 سنين 10 سنين، وبعدين والعياذ بالله هتك عرضها واعتدى عليها، اغتصبها وقتلها. عياذا بالله. فلما مسكوه اتحكم عليه بالاعدام بقطع راسه. رقبته. جابوا بقى امها، قالوا لها ممسوك والسياف موجود، تعفي عن قالت له لا. راح ضرب دماغه طلعت كده. بيسالوها بقى دلوقتي ناري بردت. سبحان الله. ناري بردت على بنتي لما شفت، ما هو في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلما النهاردة أنت بتشوف الظلم كده، يعني اللي بيتكلم دوت قول له بقى لو واحد خد بنتك قتلها، لو في صاروخ نزل على البيت عندك موت أبوك وأمك وإخواتك. سبحان الله. واللي مسك واللي رمى الصاروخ ده اتمسك وتطبق فيه حكم مثلا الشرع. ايه هتقول لا والله انا والله ما كانش ايه الهباله والاستعباط دي. حديث البخاري ومسلم، مرت جنازه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه. ايه يا رسول الله مستريح ومستراح منه؟ قال مستريح لو كان مؤمن استراح من هم الدنيا وتعبك، هو مستراح منه، استراح منه العباد والدواب والشجر، كل دول استراحوا منه لان المجرم. خليني اقول لحضرتك الامام الطبري، نعم اخيرا شيخ، امام المفسرين، بيقول ايه في قاتلوهم دي؟ نعم. بيقول يقول الله عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم وإذلالكم وقهركم إياهم، وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من المؤجدة بما كانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه. وزي ما شفنا اهو قيل للإمام أحمد بن حنبل الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد. قال عليه في ذلك، بيسألوه يعني عليه في ذلك إذ قال ومن لا يفرح بهذا؟ سلمة ابن شبيب، سلمة ابن شبيب قال كنت عند عبد الرزاق يعني الصنعاني فجاءنا موت عبد المجيد كان رأسا في الإرجاء، فقال الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. إذن آخر حاجة أقولها، من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في الأرض. يعني أنت إزاي تبقى ما عندكش يعني دعاء كده على الظالمين وتفرح ان ربنا سبحانه وتعالى طهر العباد وطهر البلاد منهم. اذا هي سنة حميدة ان يفرح الناس بمهلك هؤلاء. طب ما تشوف سورة الحجرات
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم إيه؟ الكفر والفسوق والعصيان. طب اللي يكره ليك الكفر والفسوق والعصيان مش يكره ليك أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان؟ حفظكم الله تعالى الشيخ الدكتور الداعي الإسلامي، وأجزي غنيم على قبولكم استضافتنا لهذه الحلقة. جزاكم الله كل خير، نسأل الله أن يبارك في عمركم مفاتيح خير دائما وعلمكم. شكرا جزيلا. كذلك الشكر موصول لكم أنتم السادة المشاهدون عبر هذه الحلقة والحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء.